فيلم العيد الكبير، فيلم العيد الصغير، فيلم عيد الأضحى المبارك، أقوى أفلام السينما المصرية. الفيلم سنة 2023، فيلم سنة 24. أفلام كتيرة بتظهر وأفلام كتيرة بتيجي عليها وبيروح عليها، لكن المسرحيات الحاجة الوحيدة اللي احنا اتربينا عليها وما بتروحش عليها. وهقولك في الفيلم ده أفضل مسرحيات كوميدية ما بيروحش عليها. رقم واحد مسرحية عش المجانين، وأشهر كاركتر في المسرح شفيق يا راجل، عبد ربوه. محمد نجم عمل لك هنا واحدة من أفضل مسرحيات في مصر. وكان بالنسبة للمسرح انه صعب ان هو يتقلب بين الشخصيات وان هو يظهر بالتلاتة محمد نجم في المسرحية الواحدة. وهو قال ان اخوه كان معاه في المسرحية ولابس نفس الباروكة وهو يعتبر قريب من جسمه، لكن طبعا كانت عبقرية محمد نجم ان هو ازاي يقدر يعمل 3 شخصيات في مسرحية واحدة ويقنعك ان هم 3 شخصيات حرفيا. وهتشوف المسرحية ديت من اجمل المشاهد اللي هتشوفها في حياتك، زي مشهد محمد نجم وحسن عابدين في العيادة. المشهد ده انا حرفيا انا ممكن طول ما ابقى مخنوق كده اجيب المسرحية، اجيب الحتة دي اتفرج عليها واشيلها تاني. حرفيا بتضحك جدا. ومش المشهد ده بس الوحيد اللي في المسرحية بيضحك، المسرحية كلها حرفيا بتضحك. المسرحية بجد جميلة جدا 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 واستحالة تروح عليها. رقم 2 معانا مسرحية الجوكر، بطولة محمد صبحي وهناء الشرباجي ومحمود القلعاوي. برضو من اشهر شخصيات المسرح عم ايوب، من انجح شخصيات محمد صبحي عم ايوب. عم ايوب اكتر كاركتر بيضحك في المسرحية، حرفيا حرفيا ده سبب نجاح المسرحية. بس احب اقولك ان في كل مسرحية لازم تلاقي حد يسند البطل المسرح. يعني زي ما اتكلمنا في شوية عن عش المجانين بطولة محمد نجم، ما كانش المسرحية هتنجح النجاح ده لولا حسن عابدين. وفي مسرحية الجوكر مع محمد صبحي ما كانش هينجح برضو النجاح ده كله غير مع محمود القلعاوي. محمود القلعاوي كان ساند محمد صبحي بصورة أساسية. رقم 3 مسرحية الواد سيد الشغال. طبعا مفيش حد في الدنيا دي كلها ما شافش المسرحية دي. استحالة حد يكون عايش في مصر من غير ما يكون شاف مسرحية الواد سيد الشغال، او ما شافش مشهد خروجه عن النص مع عمر الحريري او مصطفى متولي. بس ما تنكرش ان مسرحية الواد سيد الشغال الكوميديا بتاعتها شغالة في النص الاولاني بس، بعد بقى ما بترجع معاه البيت بقى ويعيشوا معاه في الارض بقى والكلام الفاضي ده. بس بصراحة رغم ان المسرحية جامدة جدا وجميلة جدا وبتضحك، رغم ان الكوميديا فيها بتقل في الجزء الاخراني من المسرحية. ودي مش المسرحية بس اللي الكوميديا فيها بتقل، كذا مسرحية الكوميديا فيها بتقل في الاخر. لكن مسرحية الواد سيد الشغال مسرحية جميلة جدا وده متفق عليه، لكن في اخر حتة المسرحية بتقل الضحك شوية. مش هنقول بتبوخ، ولكن الضحك بيقل شوية. معانا المسرحية اللي بعدها مسرحية المتزوجون، برضو نفس الكلام اللي فات. مسرحية المتزوجون من أنجح المسرحيات، سمير غانم وشيرين وجورج سيدهم. مسرحية المتزوجون برضو كاريزما الضحك فيها عالية جدا وفيها مشاهد بتضحك جدا، وأشهر مشهد فيهم مشهد الملوخية اللي كلنا طبعا عارفينه. مشهد ده برضو عمل اجواء حلوه كده في المسرحيه. ومش المشهد ده برضو مشهد جورج سيدهم ومراته لما كانت بتاكله البيض، وفي ناس بتقول ان في واحده ولدت في المسرحيه لما كانت بتتفرج على المشهد ده. كان تتخيل كده ان جورج سيدهم 3 دقايق متواصلين من اكل البيض؟ ده المفروض يخش موسوعه جينيس اصلا. المشهد حرفيا مفهوش لا خدعه ولا غيره، حرفيا عمال ياكل في بيض لحد ما كان ممكن يحصل له حاجه. لكن برضو المسرحية بتيجي في الآخر وكاريزما الضحك فيها بتقل وأجواء الضحك فيها بتقل. لما بيروحوا القصر بقى واللي بيعيشوا أغنياء برضو الدنيا بتقل شوية وكاريزما الضحك بتقل شوية، أجواء الضحك قلت خالص. ونيجي للمسرحية اللي بعدها مسرحية تخاريف. عندك بقى مش مسرحية، عندك 5 مسرحيات في مسرحية واحدة، 5 شخصيات و5 قصص في مسرحية واحدة. كل مسرحية وكل قصة مختلفة عن القصة اللي قبلها وملهاش علاقة، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتربطهم هو الجني اللي بينفذ لهم أمنياتهم. المفروض ان هو بينفذ لهم أمنية واحدة بس عشان خاطر يكون سعيد في حياته، لكن بيكتشفوا ان بعد ما بينفذ الأمنية بيرضوا في الآخر ما بيبقاش سعيد.
ديت بقى ما فيهاش حاجة اسمها بتبوخ في الأول أو بتبوخ في الآخر، أو مسرحية كاريزما الضحك فيها بتعلى في الأول أو في الآخر. أنت عندك 5 قصص، في ناس كل واحد عنده قصة قريبة ليه. أنا عن نفسي أقرب قصة لقلبي قصة أوناني الشحات، بصراحة أجمل مشهد في المسرحية بالنسبة لي. ونيجي لآخر مسرحيتين واللي يعتبر هما في نفس المقام، مش هنقدر نحط واحدة فوق التانية، هي مسرحية العيال كبرت ومسرحية مدرسة المشاغبين. المسرحيتين الوحيدين اللي ما ينفعش يعدي عيد غير لما تلاقي اي قناه مشغلاهم. انت حرفيا مسرحيه العيال كبرت هتلاقي كل القنوات مشغلاها كده، انت ممكن تخلص المسرحيه دي هنا تلاقي شغاله هنا، تخلص المسرحيه هنا تلاقي شغاله هنا. مسرحيه العيال كبرت من اجمل المسرحيات في العالم. المسرحيه ديت يعني لو انا براهن ان استحاله جيل يجي ما يعرفهاش، ما ينفعش. المسرحيه دي هتفضل تتعرض يعني لحد ما فيش، لا هتتعرض. مسرحية مدرسة المشاغبين تعتبر بنت عمها يعني أو أختها. هي مسرحية برضو استحالة برضو يروح عليها. شخصية بهجة الأباصيري لعادل إمام بقى، ومن برضو المسرحيات اللي مش هتتكرر ومحدش يعرف يعملها تاني. ولما مدرسة المشاغبين اتعملت فيلم كان حلو، بس طبعا ما يجيش نص المسرحية. أنا ما قلتش إن الفيلم وحش، لأ الفيلم حلو وجميل ومضحك وكل حاجة، لكن برضو مش بنفس ضحك المسرحية، استحالة تيجي زيه.